كيف يبدو المشهد في مدينة باخموت شرقية أوكرانيا؟ مقاتلات أوكرانية تسهم في صد الهجمات التي لا تتوقف على المدينة، وعربات مدرعة تنتظر لحظة التحاقها بالجبهات، وأسواق أنشئت على عجل في الحي الأكثر أمنا للمدنيين القادرين على اقتناء حاجاتهم، ومن عجز منهم عن ذلك تجمع مع أقرانه للتسلم ما يوزع من مساعدات إنسانية. أهم ما نحصل عليه من المساعدات هي المصابيح والكشافات، لا كهرباء في المدينة ولا مياه. ممتنون لكل من يسهم في تخفيف المعاناة. هذه أول مرة نأتي فيها إلى هذه النقطة، لكنهم يوزعون المساعدات يوميا. يدرك الجيش الأوكراني أن الأوضاع مقبلة على منعطف سيكون له ما بعده، وشراسة المعارك في باقي المناطق توحي بأن الأمر لن يكون سهلا. لذا شرعت الوحدات الهندسية العسكرية في شق الخنادق ورفع التحصينات وسط المدينة. هؤلاء الجنود مصرون على أن لا تكون مهمة المهاجمين سهلة، ويحرصون على زرع العقبات في وجههم بكل الطرق الممكنة. ننشئ هذه التحصينات استعدادا لحرب شوارع قد نخوضها في المدينة. أتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة، لكن التمني لا يكفي، يجب أن نستعد جيدا. أرى أن الجميع يبالغ في إمكانيات قوات فاغنر، هم مجرد لصوص مجرمين يحملون بنادق ليس إلا. ليست المدينة محاصرة يقول الأوكرانيون، لكنها ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى تحضير لمواجهة باتت محتملة. تستعد القوات الأوكرانية لأسوأ الاحتمالات في مدينة باخموت، وتبقي جاهزية المقاتلين مرتفعة في الميدان، بينما يتكفل آخرون بإبقاء أعينهم مفتوحة على كل تحركات المهاجمين. مركز قيادة الاستطلاع في الجبهة الشرقية، شاشات ترصد كل التحركات عبر مئات المسيرات باختلاف أحجامها. العين الساهرة على الخطوط الأمامية كما يسمونها. اكتسب العاملون هنا خبرة كبيرة مع الوقت، ويرون أن لوحدتهم دورا كبيرا لا يقل عن دور المقاتلين في الخطوط الأمامية. ما يميز عمل وحدتنا هو الحفاظ على أرواح مقاتلينا. حيدنا العربات الثقيلة والمدفعية عن جبهة باخموت، فاعتماد العدو قائم على المشاة الذين يخسر الكثير منهم كل يوم. يملك الجانب الروسي وحدات مشابهة كما يقول هؤلاء المقاتلون، كما يملك كل جانب المدفعية والدبابات، لكن ما يميزهم هو سرعة اتخاذهم للقرار وقدر من عزيمة يستمدونها من كونهم يدافعون عن أرضهم. عمر الحاج، الجزيرة، مدينة باخموت.